السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. وصفة اليوم يا بنات بقى فرخة مشوية بطريقة مميزة جدا، تتبيلة جميلة جدا موجودة في كل بيت. بجد وصفة مميزة كده من الآخر فاخر. الفراخ المشوية احنا بنجيبها من أي مطعم بتبقى ناشفة، لكن الفرخة بتاعتنا بقى طرية ومشوية في منتهى الروعة. التسوية 100% زي ما انتم شايفين، الصدر الورك كله طري. بجد فرخة تستاهل بقكم إن شاء الله. تعالوا يلا نشوف الطريقة سوا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي يا حبيبي. أنا عندي فرخة قطعتها من ظهرها ونضفتها ونقعتها في مية والخل والليمون تمام كده. تعالوا نشوف التتبيلة. أنا عندي بصلة مبشورة بالعيون اللي هي الضيقة بتاعت المبشرة، وبرضو الطماطماية بشرتها بنفس العيون الضيقة. عندي 4 فصوص ثوم مدقوقين، عصير ليمونة، عندي نص كوب لبن رايب، وممكن كوب زبادي كبير لو مفيش لبن رايب. عندي هنا معلقة زيت، معلقتين خل. الخل طبعا بيمنع اي زفارة وبيساعد على سوى اللي هي الفراخ. تمام. بعد كده بقى بهاراتي، عندي ملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل ورشة قرفة. هقلب بقى البهارات كده مع اللي هي التتبيله بتاعتي كويس جدا لغايه ما يتجانسوا كده مع بعض، وبعد كده هنبدا ننزل فيهم الفرخه بتاعتنا. طبعا هنتبلها، اهم حاجه تتبيله كويسه جدا، يعني من كل جزء من الفرخه انا عايزه التتبيله تدخل فيها. علشان كده هنبدا ننغزها كده، نعمل فيها خروم بسيطه كده بسكينه مدببه علشان التتبيله تدخل في كل مكان فيها. هسيبها بقى في التتبيله مده ما تقلش عن 3 ساعات. لو انت عملتيها كمان بقى من بالليل لغايه وهتعمليها الصبح هتبقى اجمل واطيب طبعا. هسيبها بقى المده اللي هقدر عليها ان شاء الله في التتبيله، احنا قلنا اقل حاجه 3 ساعات. ونرجع ونكمل الوصفه سوا. انا عندي بقى هنا الصينيه وعليها الشبكه، هبدأ بقى احط عليها اللي هي الفرخة بتاعتي وهسويها كده عشان تطلع شكلها منتظم. وبعد كده اللي هي لو في اي حاجات كده من التتبيله، يعني كان بصل او طماطم من الحاجات اللي هي جوه في التتبيله هننزلها من عليها عشان ما تتحرقش معانا في الفرن. التتبيله بقى كلها هننزلها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، وهنحط عليها كوبايتين ميه. دي كوبايه والكوبايه الثانيه بس ما بانتش في الكاميرا حبايبي، بس انا حطيت كوبايتين ميه على اللي هي التتبيله كده، وكانك انت عامله التتبيله كلها بالميه، فهي هتاخد طعم التتبيله، يعني هتبقى طعمها وكله يعني ممتاز. بعد كده بقى هنبدأ نشغل الفرن على حرارة 200، وفي الرف الأوسط هنبدأ نحط فيها الفرخة بتاعتنا. في الرف الأوسط هتاخد حوالي ساعة ونص، ساعة ونص يا حبايبي في الرف الأوسط. ولما تستوي هنشوفها هتطلع ازاي مع بعض. طب لو احنا ما عندناش اللي هي الشواية ديت، هنحطها على الشبكة بتاعة الفرن نفسه وحط تحتها الصينية بالشكل ده. ولو كل المية ما تنشف ممكن تزودي كوباية مية، ما فيش مشكلة لغاية الفرخة عندك ما تستوي. بصوا ما شاء الله، لان انا كده حطها على الشبكة في الرف اللي في النص يا حبايبي. لو ما عندناش الشبكة اللي انا ماسكاها ديت، انا قلت لكم تعملوا ايه بالظبط. طبعا من الجنبين متحمرين اهوت. طب انا الجنب اللي هو اللي تحت ده انا حمرته ازاي؟ انا بعد ما الفرخة استوت خالص قلبتها وفتحت عليه الشواية لمدة 5 دقايق، احمر برضو زي الجنب اللي فوق كده. طبعا اللي هي الفحمه ديت ده اختياري، لو انت عايزه تبقى طعم وريحه الفحم كان بقى هتعملي نفس الحكايه كده برضو. هتولعي فحمه وتحط عليها معلقه سمنه او زيت وتخليها في تحت الفويل شويه. وادي الفرخه بتاعتنا بجمالها وطعمها ولونها المميز جدا يا جماعه. زيني بقى بشويه بقدونس كده. قد ايه فرخه سهله جدا بسيطه، مستويه 100%. اللون بتاعها مشاهي ما شاء الله، يعني بجد انا اتبهرت من الطريقه نفسها. بجد تحفه. انا عملت طرق فراخ كتيره بجد، بس الطريقه دي مميزه جدا، جربيها هتشرفك طبعا على سفرتك. اولادك هيحبها، كل الكبير والصغير بيحب الفراخ المشويه، وطريه جدا زي ما انتم شايفين كده. نشوف كمان لحمه الصدر قد ايه طريه، وقد ايه يعني مستويه على الاخر، وقد ايه شايفين بيضه ازاي نصعت البياض. بجد وصفه تحفه من الاخر فاخر. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.